السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. وأولا لا تنسوا الدعاء لأهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والتعادل الإيجابي 2-2. الأجمل في المباراة النهاردة جماهير النادي الأهلي بتدفع لافتة دعما لإخواتنا الفلسطينيين وفي غزة تحديدا. فلسطين من البحر للنهر، كل الدعم لأهلنا في فلسطين. وألف تحية لجماهير النادي الأهلي النهاردة اللي كانت في مدرجات مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في أول مباراة للنادي الأهلي في بطولة السوبر ليج. والأجمل كمان احتفال جماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي في الهدف الأول. جماهير النادي الأهلي ولاعيبته في الهدف الأول بتحتفل بدعم فلسطين ودعم غزة. وكهرباء النهارده بعد الهدف الثاني هدف التعادل راح يحتفل بعلامة النصر دعما لفلسطين. وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي النهارده. تعادل مع سيمبا على ارض سيمبا التنزاني، خاصه النادي الاهلي النهارده كان يطلع من المباراه في الشوط الاول فايز 3-0 لولا الفرص المهدره، لكن الاهلي لعب شوط اول اكتر من ممتاز واداء ممتاز. وكمان زي ما قلت كده الاجمل في المباراه النهارده دعمنا لاخواتنا في فلسطين ودعم لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. محدش ناسي القضيه الفلسطينيه، وكل الناس بتدعم حاليا القضيه الفلسطينيه من فنانين من اعلام من لعيبه كره قدم. النهارده كل الانديه دلوقتي في مصر وفي معظم العالم كله بتدعم القضيه الفلسطينيه. شفنا النادي الاسماعيلي، شفنا النادي الزمالك، وشفنا النادي الاهلي. والنادي الاهلي خصص كل ايرادات المباراه اللي جايه ان شاء الله، مباراه العوده في القاهره امام سيمبا التنزاني، لاخواتنا في غزه وفي فلسطين ودعم اخواتنا في فلسطين. وان شاء الله منصوره دايما يا فلسطين وحره دايما يا فلسطين. وكلنا مع اخواتنا في فلسطين قلبا وقالبا جنبا الى جنب. كل العالم العربي لازم يدعم الفلسطينيين، كل العالم العربي لازم يدعم الاخوه، يدعم القضيه الفلسطينيه. اولا القضيه الفلسطينيه قضيه اخوه وقضيه دين من الدرجه الاولى. قبل ما نبدا فيديو النهارده، دي قناه على اليوتيوب مع حسن نور، دي قناه على اليوتيوب. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت لايك للفيديو ونبدا الفيديو على بركه الله. وما تنساش تصلي على النبي ونبدا الفيديو على بركه الله. افتتاح بطولة السوبر ليج الأفريقي، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دار السلام. شفنا كمية الجماهير اللي بتدعم سيمبا التنزاني والنادي الأهلي في الشوط الأول. الأهلي بيأدي أداء ممتاز جدا، الأهلي منظم دفاعيا وبيلعب بسرعاته على الهجمة المرتدة قدام فريق دايما منظم سيمبا التنزاني وبيلعب بشكل دفاعي كويس جدا. لكن فكر كولر وشكل كولر في الملعب وأداء كولر وتكتيك كولر ان هو بيرجع يقفل وبيلعب على الهجمه المرتده، ودايما حاطط في تشكيلته بيعتمد على اللعيبه اللي عندهم سرعات. شفنا تفوق النادي الاهلي في الشوط الاول، فرصه ضايعه مؤكده وهدف مؤكد من رضا سليم في الدقيقه 19. بيرسي تاو بيديها له قفشه بيحطها في السماء، فرصه ضايعه برضه وهدف مؤكد للنادي الاهلي بيضيع. لكن اسيست كهربا وهدف رضا سليم والتقدم للنادي الاهلي 1-0. النادي الاهلي بينهي الشوط الاول في الدقيقه 45 الافضليه ليه، تقدم هدف خارج ارضه على سيمبا التنزاني في حضور جماهيري ممتاز جدا. الاهلي بيسجل الهدف الاول واول هدف لرضا سليم في بطوله السوبر ليج، واول هدف لرضا سليم مع النادي الاهلي اللاعب المغربي. احتفال جماهير النادي الاهلي بلافته وبيرفعوا لافته كل الدعم لفلسطين، وفلسطين من البحر للنهر. دي الاجمل اللي في المباراه النهارده، الاجمل اللي خلت الناس كلها مبسوطه وفرحانه. وصوت اخواتنا الفلسطينيين يظهر في مدرجات سيمبا التنزاني من جماهير النادي الاهلي اللي بتدعم القضيه الفلسطينيه. وكمان لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي راحت احتفلت بعلامه النصر لفلسطين. وكمان بنشوف كهربا يعني الاجمل شد رضا سليم وقال له ما تحتفلش احتفال اي كلام، نلم اللعيبه كلها ونروح ناحيه جماهير النادي الاهلي ونحتفل احتفال دعم فلسطين. الاهلي يطلع من المباراه فايز 1-0، 4 فرص مهدره مؤكده اهداف، ضربة جزاء مؤكدة اللي تغاضى عنها الحكم النهارده بعد ما رجع للفار. ودي عرقلة مؤكدة وصحيحة ان النادي الاهلي ليه ضربة جزاء. ليه الحكم ما احتسبش ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي؟ مستني ايه بعد ما رجع للفار والفار ندى عليه؟ يعني دي ضربة جزاء صحيحة 100% للنادي الاهلي، تغاضى عنها الحكم، تلاشاها الحكم، عمل نفسه مش هنا خالص. والشوط الاول بينتهي
اهلي متقدم 1-0. بيبدا النادي الاهلي الشوط الثاني، الاهلي بيلبس هدفين ملهمش اي 60 لازمه، حتى الدفاع مستغرب الهدفين جم ازاي. تقدم هنا في 10 دقائق لسيمبا التنزاني 2-1 على النادي الاهلي. اخطاء دفاعيه، كوارث دفاعيه، عدم وجود عبد المنعم النهارده في التشكيله الاساسيه في دفاع النادي الاهلي، في خلل دفاعي في النادي الاهلي النهارده اللي شفناهم في الهدفين الاول والثاني. الهدف الاول ضربه راسيه، انا شايف ان جماهير لعيبه النادي الاهلي لازم تعتمد ان طالما الكوره في الملعب العب على الكوره واتابع الكوره، لكن النادي الاهلي مفيش رقابه للاعب كيبو اللي سجل هدف من ضربه راسيه. الهدف الثاني بيجيب ساديو كوناتيه من ضربه ركنيه برضه، يعني ضربه راسيه 1 2 3 لعيبه من النادي الاهلي حوالين اللاعب، لكن اللاعب بيقدر يسددها راسيه وبتدخل هدف في شباك النادي الاهلي. نتيجه تصبح 2-1. الامر اتعقد على مارسيل كولر، يعني مش سهل ان النادي الاهلي يطلع خسران من المباراه دي 2-1، وهي المباراه كانت ماشيه صاحب من الشوط الاول، لكن الحمد لله كهربا بينجح في تسجيل الهدف الثاني. النتيجه بقت 2-2. المأمورية اتسهلت. أول مباراة في السوبر ليج الأهلي محتاج يطلع إن هو فايز أو يطلع تعادل إيجابي 2-2، خاصة إن المباراة دي خارج الأرض. هتريحوا في مباراة الذهاب إن شاء الله اللي هتكون بحضور عدد 30,000 مشجع أهلاوي بيدعموا النادي الأهلي وبيدعموا إخواتنا الفلسطينيين في غزة إن شاء الله. إحنا يعني الوقت كله مخصصينه لدعم اخواتنا الفلسطينيين، مش وقت كوره او مراكنين الكوره شويه. بنتابع اخواتنا الفلسطينيين، بننقل اخواتنا الفلسطينيين، بندعم اخواتنا الفلسطينيين، بنتابع اخبار اخواتنا الفلسطينيين اللي منصورين ان شاء الله، ان شاء الله منصورين منصورين منصورين. الاهلي بيطلع تعادل ايجابي من مباراه قد تكون النتيجه فيها للنادي الاهلي 3 أو 4، خاصة النادي الأهلي لعب شوط أول مسيطر مستحوذ بيلعب هجمات مرتدة. الفرص الأكترية للنادي الأهلي، إحنا ضربة الجزاء مش هنتكلم عليها، قلنا هي ضربة جزاء صحيحة، هنسيب ضربة الجزاء صحيحة ونتكلم في فرصتين مؤكدة لبيرسي وفرصة مؤكدة لرضا سليم. فرصتين في الشوط الأول دول مؤكدين أهداف 100%، ضيعها رضا سليم ضيعها بيرسي تاو. فالنادي الأهلي محتاج إن هو يلعب على أنصاف الفرص ويقدر يسجل منها. إحنا بعض الكلام اللي اتكلمنا عليه إن النادي الأهلي كان محتاج مهاجم ومحتاج مهاجم عشان الفرص اللي بتجيله دي واللي بتضيع والاهلي ما بيستفيدش منها. دلوقتي برضو دخلنا في النقطه دي، ودايما احنا النقطه دي نقطه ضعفنا. مفيش مهاجم سوبر في النادي الاهلي يقدر يسجل لنا اهداف من انصاف الفرص، ودي مشكله النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي في كذا بطوله الموسم ده. اولا البطوله اللي بنلعب فيها السوبر ليج، نخرج من السوبر ليج طبعا دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، خش بقى على كاس العالم في شهر 12، نخلص من كاس العالم، عندنا الدوري وعندنا كاس مصر وعندنا ضغط مباريات كتير قوي. فانا برضو لو معايا مهاجم سوبر وعندي صلاح محسن احتياطي وعندي محمود كهربا احتياطي، كل اموري انا تمام في خطوط الدفاع. وقلنا في صفقات للنادي الاهلي تدعيما لبديل علي معلول احمد ابو الفتوح، وكمان في مركز المساك طبعا النادي الاهلي اسامه جلال لاعب بيراميدز. فالنادي الاهلي كان محتاج ان هو يكون عنده سوبر من مهاجم سوبر من العار التقيل. جبنا موديست، لكن واضح من موديست ان اللياقه البدنيه عنده زيرو، ده اللي واضح في المباراه او الاثنين او الثلاثه اللي شاركهم. انا ما اقدرش احكم على اداء موديست دلوقتي من مباراه او اثنين، لكن الشكل واضح، البدايه واضحه، الجواب باين من عنوانه. اي لاعب بيشارك مع نادي لسه منتقل ليه جديد في اول مباراه او اثنين او ثلاثه، البدايه لازم تكون ممتازه جدا عشان يثبت نفسه مع اللعيبه وللنادي وياخد ثقه الجماهير. لكن للاسف موديست مع النادي الاهلي في المباراه اللي شارك فيها ما اداش المستوى اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بجماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي تكون راضيه عن مهاجم عالمي زي موديست جاي يشارك مع النادي الاهلي في بطولاته القاريه والدوليه، كاس العالم للانديه والسوبر ليج ودوري ابطال افريقيا. نقطة ضعفنا رجعنا ليها تاني النهارده، خاصة بعد ضياع الفرص أمام سيمبا التنزاني. أمام سيمبا التنزاني أنا شكلي حلو، بلعب مسيطر، مفيش خطورة على مرمايا. الشناوي تألق وصد وتمام، الدفاع تمام، عدم مشاركة عبد المنعم هي اللي مؤثرة مع النادي الأهلي. لكن أنا أطلع الشوط الأول فايز 1-0، وأنا ممكن كنت أبقى طالع فايز 3-4. هنا هطمئن لمباراة العودة اللي إن شاء الله برضه هتكون محسومة للنادي الأهلي بحضور جمهور النادي الأهلي. لكن أنا بقول الأهلي أدى مباراة كويسة جدا، إحنا راضيين على التعادل الإيجابي. فريق سيمبا فريق منظم وفريق كويس، جاله فرصتين استغلهم في
خلل دفاعي، مفيش تركيز دفاعي من لعيبه النادي الاهلي. فانا بقول المباراه اللي جايه لازم نتعلم من اخطائنا، دي هتفوقنا للمباراه اللي جايه، خاصه لو تخطانا سيمبا بقى يا اتلتيكو يا اما صن داونز. طبعا هنا لما بنعدي سيمبا التنزاني مش هنهزر بقى امام صن داونز او امام بيترو اتلتيكو او امام اي فريق تاني. فاحنا محتاجين نركز دفاعيا ونركز في الخط الهجومي، واي فرصه تيجي لازم نسجل منها هدف. عموما النهارده الاهلي طلع بنتيجه كويسه جدا، الاهلي اداؤه راضوا عنه الجماهير زعلانه على الفرص اللي ضاعت، بس الحمد لله قدرنا نطلع بنتيجه 2-2، نتيجة مرضية لجماهير النادي الأهلي، مع إن كنا ممكن نفوز 3 أو 4، بس طلعنا تعادل أفضل من الهزيمة. كهربا النهارده أنقذ النادي الأهلي من الهزيمة، هزيمة في 10 دقايق من هفوة دفاعية أو هفتين دفاعيين دفاع النادي الاهلي. فعبد المنعم وجوده في دفاع النادي الاهلي بيدي ثقه للعيبه وبيدي ثقل لدفاع النادي الاهلي وبيدي الافضليه للنادي الاهلي عموما، في انتظار مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في القاهره اللي هتكون بحضور 30,000 مشجع اهلاوي، وكل ايرادات المباراه لاخواتنا في فلسطين، وهنشوف 30,000 علم فلسطيني في مدرجات النادي الاهلي، وهنشوف جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بتدعم القضيه الفلسطينيه. وزي ما بنقول انا وانت وكل الناس واي عربي مسلم واي عربي مسلم في العالم كله او اي مسلم في العالم كله، قضيه الاولى هي القضيه الفلسطينيه ان شاء الله، اللي هتكون منصوره باذن الله. منصوره يا فلسطين، منصوره يا فلسطين، منصوره يا فلسطين. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. القناه على اليوتيوب فضلا وليس امرا، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك، واستنونا في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.